حيرة اللانش بوكس كل يوم جايه لكم بقى بوصفه مفيده ومغذيه والولاد بيحبوها قوي. بانكيك بطعم الكاروت كيك مفيده ليهم ولينا كمان. بصوا طعمها يجنن وخطيره. كوبايه شوفان مطحون، معلقه كبيره بيكنج باودر، والبهار ده اللي بيحليها قرفه وجنزبيل ورشه قرنفل وجوز الطيب وملح وفانيلا، وكوبايه حليب وبيضه واحده، وكل المقادير مكتوبه في الكومنتس. هنقلبهم كويس مع بعض، وجزرتين كده حلوين كده يتعكسوا نبشرهم حلوه قوي ونحطهم على الخليط. مش قادره اقول لكم ريحه السبايسز يعني تجنن، ريحه الدفا والخريف بقى. نقلبهم كلهم مع بعض ونحط عليهم شويه عين جمل محمص، بحمصه في الطاسه من غير اي حاجه خالص، وبكسره بايدي واحط عليهم واقلبه. دلوقتي بقى الطاسه بتاعتي سخنه، وحطيت زيت جوز هند ودهنته كده، وبحطها بالايس كريم سكوبر وافضل اضغطها كده وابططها واظبطها علشان كلهم يبقوا قد بعض. مش شرط طبعا، ممكن تحطوا بالمعلقه. طيب وبعد كده اول ما تمسك نفسها كده وتاخد لون زي اي بانكيك اقلبها الناحيه التانية. مش لازم تتنفخ خالص، ممكن تعملوها رفيعه ممكن تعملوها تخينه. الولاد بيحبوها رفيعه قوي وانا بحبها مقلوظه كده. ودي بقى الرفيعه للولاد. بصوا اموره جدا وطعمها حلو. انا بتاعتي بقى بحط عليها لبنه بديل الساور كريم، يعني اللبنه تحفه يا جماعه، وعسل وعين جمل. مش قادره اقول لكم على الجمال. تقدروا تحطوا كراميل وتقدروا تستخدموا دقيق عادي، بس انا حبيت اعملها صحيه بشوفان مطحون. ما تنسوش تعملوا لايك وسيف وشير وكل الحاجات الحلوه دي، وتابعوني انا وشو حلو. وانا بتي قمر.